هل للمسألة أسباب وخلفيات تسويقية؟ هذه الأسئلة كلها يجيب عنها الأستاذ علي عبد المنعم مدير التسويق بالنادي الأهلي. أستاذ علي، مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ خالد. مساء الخير عليك. تحياتي، وعايزين نستوضح منك مبدئيا سؤال سريع كده وإجابة. كيف الأوضاع في ظل هذه الظروف تسويقيا فيما يخص النادي الأهلي؟ والله طبعا زي ما حضرتك كنت سامعك بتتكلم في البداية، هي الأمور التسويقية في الحالة اللي احنا فيها دي هو ليها شقين. لما بنتكلم الشق التسويقي البحت، وطبعا فيها يعني يمكن بالبلدي زي ما بيقولوا كده ممكن يبقى خراب بيوت لو الوضع فضل مستمر على ما هو عليه، وفضلت الأوضاع الأمنية والأوضاع في البلد وأوضاع عشان تكمل عشان يكمل الضلعين موت وخراب ديار، يعني عشان تكمل. بالظبط. للأسف يعني الشديد يعني القصة بالنسبة لك منتهية، لكن أكيد احنا كنادي أهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي حريص على ألو؟ معاك، اتفضل. حريص على مصلحة أو حريص على إن هو يجيب حق الشهداء قبل أي شيء، قبل الاشتراك في أي أنشطة رياضية، أو قبل قيام أو قبل إن احنا نشترك في مسابقة الدوري هتستكمل. دلوقتي خلاص اتلغت الدورة التنشيطية أو أي من هذا القبيل. احنا كمجلس إدارة النادي الأهلي أعتقد، أو من المؤكد مش أعتقد، إن هو حريص على مصلحة الشهداء كل الحرص، ويضع الموضوع ده كأولوية بالنسبة له. واعتقد ان الدوره التنشيطيه دي ان احنا كمشاركه فيها او غير مشاركه فيها، مش الامور هتبقى تسويقيه فقط، لكن دي حاجه كقرار هيبقى من مجلس اداره النادي الاهلي. اذا هو شايف ان احنا هنقدم على هذه الخطوه قبل ما يكون في قرار اداري عادل يحفظ حق الشهداء، او يعني على الاقل او يحفظ حق الناس اللي ماتت في بورسعيد، ان انت تقدر تضمن لهم حقهم، بيكون في عقوبه اداريه على النادي المصري. دي حاجه لسه يعني مجلس اداره النادي الاهلي لسه ما يبتش فيها. لكن لو تعرضنا للموضوع عموما، انا والله يا استاذ انا مش فاهم الموضوع. يعني امبارح كنت سمعت كده على استحياء في حاجه في التلفزيون نعم. ان في الدوره التنشيطيه. نعم. هل الدوره التنشيطيه هتستكمل بنفس النظام الاعلاني الخاص بالدوري العام، نفس الشروط وافترضنا ان هي لو هي بنفس النظام، ايه اللي هيحصل؟ الاهلي وضعه ايه؟ لا، ما انا في الاخر يا استاذ خالد، اي حد بيبرم عقد مع النادي الاهلي احنا نحترمه سواء كان كبير او صغير. نعم. اي تعاقدات احنا النادي الاهلي حريص عليها كل الحرص. احنا عندنا الرعاة بتوعنا، وعندنا الوكاله الراعيه بتاعتنا هي وكاله الاهرام للاعلان. لو كان هناك راعي مختلف للدوره التنشيطيه او كاس مصر، لو كان هناك راعي مختلف للبطولتين، طبعا ده قرار يعني انا من الناحيه التسويقيه يعني هقدر اشوف اذا كان في حقوق تتعارض مع الحقوق الخاصه بالرعاة بتوعنا، ومن خلاله اقدر اعرض على مجلس اداره. اذا كانت لا تتعارض يبقى القرار ساعتها مجلس اداره، ونشوف زي ما قلت لحضرتك في البدايه، هل في نيه اصلا للمشاركه او ما فيش اصلا نيه لاستئناف النشاط. دي حاجه ترجع لمجلس اداره. يبدو انك انت ما تطرح الكلام في هذه الجزئيه فيما يبدو ان هناك ملامح ملامح ايه؟ كلام انه واضح ان القرار بالمشاركه بشكل شبه نهائي غير موجود. يعني المسألة تبدو ان فيها الاحتمال قائم للوجهين. حضرتك هو ليه بعدين. نعم. في بعد الاولاني اللي هو لو مش بنتكلم بيزنس وايز، بنتكلم كقرار سيادي من مجلس اداره النادي الاهلي، في نيه اوريدي ان انت تشترك او لا تشترك. دي حاجه مجلس اداره النادي الاهلي هو اللي يقدر يفصل فيها. واعتقد ان في ظل الظروف اللي احنا فيها ومفيش قرار عادل، مفيش قرار موحد، بقالنا دلوقتي اكثر من 40 يوم مفيش اي قرار على النادي المصري، اعتقد ان احنا مش هنقدر يعني نستهين بدم الناس اللي ماتت دي ونشارك ونعيد النشاط الرياضي، بالذات نشاط كرة القدم. ده وجهة نظري، ووجد مجلس إدارة النادي الأهلي هو صاحب القرار فيها. نعم. لكن لو تيجي في الجانب الخاص بيها وهو الحقوق التسويقية، خدنا قرار إيجابي بأن احنا هنشارك إذا كانت الحقوق الإعلانية الخاصة بهذه الدورة لا تتعارض مع الحقوق اللي النادي الأهلي بدوره منحها لوكالة الأهرام، ووكالة الأهرام منحها برضه بدورها لرعاة النادي الأهلي. إذا كان لا يوجد أي نوع من أنواع التعارض، فإذا لا مشاكل لدي أنا كمسؤول عن التسويق في النادي الأهلي إن أنا أدي الدور أو هدي كل المعطيات لمجلس إدارة النادي الأهلي. كل الحاجات دي أقدر أديها لمجلس إدارة النادي الأهلي إن هو ياخد قرار. غير كده يعني لو حضرتك بتكلمني في حاجة تانية إن الموضوع غير تسويقي، ديها مجلس إدارة اللي يفصل فيه. لكن لو خدنا قرار أو لو تعارض الاثنين رعاة، إيه اللي هيحصل؟
لو يتعارض او انا مش هقدر افي بالتزاماتي ناحيه وكاله الاهرام، هيبقى طبعا فيها مشكله بالنسبه لي. يعني انت اللي انا سمعته عشان برضه نتكلم برضه الناس تبقى معانا في الصوره اكتر، ان قد يكون، وانا مش عايز اكذب لان انا لغايه دلوقتي ما استلمتش اي حاجه رسمي من اتحاد الكوره تفيد بالشكل الاعلاني الخاص بهذه البطوله. لكن لو بنتكلم ان هذه البطوله هتمس حقوق الفانيلا بتاعت النادي الاهلي، وهي او هيكون في ارغام او اجبار، زي مثلا هنفترض بطوله الكاس ان هو بعد الدور ال 32 الفرق هتلعب. ده بتكلم في الكاس، يعني الكاس الكاس الشركه الراعيه بتحط اللوجو على الفانيلات، على الفانيلا اعلانات الرعاه بتوع اتحاد الكوره. تمام. يعني ده اغرب نظام موجود في العالم. يعني خلينا برضه نتكلم على حاجه، ان انت ترغم انديه ليها تعاقدات مع وكالات وليها معلنين، ان انت تخليه يغير اعلان الفانيلا بتاعه سواء في نظام في بطوله كاس. انجلترا عندها كاس، يعني انجلترا عندهم كاس، عندهم بطوله الكاس. ما بنشوفش الاف اي كاب الاتحاد نعم بيحطوا بيرغموا الانديه ان هي تحط اللوجو بتاع السبونسر على التيشيرتات الانديه. كويس. لكن لو زي ما بقول لحضرتك، لو هذه الدوره التنشيطيه الحقوق التسويقيه بتاعتها لا تتعارض مع حقوقنا ولا مساس بحقوق الفانيلا ولا مساس بحقوق الملعب الخاص بمباريات النادي الاهلي، اذا اعتقد ان مش هيكون في مشكله ان احنا نشارك، وذلك بعد موافقه مجلس اداره النادي الاهلي. علي عبد المنعم مدير التسويق بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. كان المفروض لينا اتصال اخر هناخده بعد فتره بسيطه مع الكابتن عامر حسين رئيس لجنه مسابقات اتحاد الكوره، بس احنا ممكن نشوف عناوين الحلقه ونبدا. شحاتة وجوزيه رحله اللقب الخامس، نفس خطوات أرنولد، لاشين مرشح للرئاسة. على الإنترنت التدريب على طريقة طلعت زكريا. ادفع تلعب، تامر عبد الحميد يشرح فوائد الدورة التنشيطية. البطولة الأفريقية هذا الموسم أو هذا العام هي طبعا رحلة لكلا الفريقين الأهلي والزمالك، رحلة مختلفة ولكنها تتفق في أجزاء تاريخية بين مانويل جوزيه والكابتن حسن شحاتة. مستر مانويل جوزيه عنده 4 ألقاب شخصيين في أفريقيا بلقب 2000 2005 2006 و2008. أيضا الكابتن حسن شحاتة له بصمات تاريخية في أفريقيا، حيث لم يخسر أي بطولة خاضها في مستوى أو على مستوى المنتخبات 2006 2008